اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم سومة من قناة مطبخ سومة. وحشتوني كتير قوي. منزلتش وصفات بقالي كتير. كنت تعبانة شوية. يا رب بقى التفاعل في القناة يزيد والاشتراك واللايك. ولو في اي وصفات انتوا حابين ان انا اعملها تكتبولي في التعليقات ونتفاعل مع بعض يعني. النهاردة هعمل وصفة بسيطة وسهلة ومكوناتها من البيت يعني. الكبد والقوانص. في 10 دقايق يعني هتكون خلصانة وبمكونات من اللي عندنا في البيت. عندي بصلتين متقطعين صغير وفلفل رومي وفلفل حار. والكبد والقوانص بتكون مغسولة من قبلها بنص ساعة ومنقوعة في ملح وليمون. مغسولة كويس ومنقوعة في ملح وليمون. وعندي واحدة توم كاملة. بدقها او بعملها في الكبة. وملح وكمون وفلفل اسود وكزبرة وبابريكا. رشة صغيرة بابريكا كده. باخد نص كمية التوم على معلقة زيت وسمنة في الطاسة. باخد نص الكمية بتاعة التوم وبحمرها لحد ما الاقي ريحتها طلعت كده وبقت حلوة. بجيب الكبدة والقنصة. بتكون منقوعة من قبلها في ليمون وملح. بروح مشوحة الكبدة في الثوم كويس لحد ما اللون بتاعها يغير من على الوشين ما يبقاش فيها دم يعني. والمية بتاعتها تنشف شوية كده. بعدين لما الاقي اللون بتاعها غير والمية نشفت كده وابتدت تبقى لونها فاتح كده ومفيش دم خالص. بجيب عندي البصل اللي انا مقطعاه صغير وبحط البصل عليها. وبعدين بشوح كده تشويحة لحد ما الريحة بتاعة البصل تطلع وتبقى البصلتين دبلوا كده وبقى لونهم مصفر شوية. وبحط عندي الفلفل الرومي اللي انا مقطعاه صغير وبسيب الفلفل الحار ده في الاخر خالص. هو اختياري يعني ممكن تحطيه تزيين او ممكن تحطيه في الاخر خالص بعد ما الكبدة تستوي يعني. بحط عندي البصل والفلفل لحد ما لونهم كده يغير وريحتهم تطلع ويصفروا كده. وبحط التوابل كمون وفلفل اسود وملح وكزبرة وبابريكا. وبقلب كده وريحة التوابل لما تطلع خالص كده بجيب عندي بقية كمية التوم اللي انا سبتها. نص كمية التوم بحطها على بقية الكبدة. بتفرق يعني في الطعم لما بحط كمية التوم نصها في الاول كده ونصها في الاخر. بعد ما بلاقي البصل اصفر والفلفل بجيب عندي التوابل. وبعدين بجيب لما يتشوحوا كلهم مع بعض كده بجيب كوباية مية دافية وبحطها على الكبدة والقنصة. وبعدين بغطي الكبدة علشان القنصة تستوي كويس لان القنصة بتبقى جامدة شوية فبتحتاج وقت عقبال ما تستوي. فبغطي على الكبدة والقنصة واسيبهم يستووا في المية كده. وبعدين لما المية تروح خالص والاقي القنصة عندي استوت كويس وما بتشدش ولا اي حاجة بروح مشوحاهم بقى تشويحة كده مع بقية التوم. بلاقي ريحة التوم بقى وطعمه جميلة جدا في الاخر كده. بس تكون المية راحت خالص ويعني القنصة استوت خالص عشان ما تشدش معايا. ولازم احط المية كده علشان اسرع في السوا بتاع القنصة والكبدة متتهريش. بس وبروح مغطية كده وحاطة الثوم ومشوحاه في الاخر خالص. بعدين احط الفلفل الحار وبس هتكون خلصت في حاجة بسيطة خالص مش هكمل 10 دقايق معايا. وتقدميها بقى مع مكرونة او رز مثلا او عيش وطحينة. ممكن سندوتشات كده وتحطي عليها طحينة ومخلل هتبقى تحفة قوي وطعمها جميل جدا. بس لازم اكون نقعها في الاول في ليمون وملح علشان الزفارة اللي فيها تتشال ميبقاش فيها ريحة زفارة خالص. وبالتوابل دي والطريقة دي هتلاقوها طعمها تحفة وريحتها جميلة قوي. أكلة بسيطة وسهلة خالص ممكن تتعمل في الغداء أو في العشاء أو سندوتشات للولاد كده في أي وقت. يا رب تكون الطريقة عجبتكم. ما تنسونيش من اللايك والاشتراك ودعمكم في القناة. وكتير
اكتبولي اي طرق انتوا حابين ان انا اعملها معاكم يعني. وبألف هنا يا حبايبي لما تجربوها ان شاء الله. والسلام عليكم.